مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا مستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون نعيمات خلف، وزملائي بالكنترول طبعا لافا ولورين مشكورين على تعبهم. ضيفي بالاستديو الأخصائي والطبيب الدكتور فواز حاج إبراهيم، مختص في الأمراض النسائية. خلونا نحن وأنتو نرحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. يا أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة الحلوة وأخذ قسط من وقتك أيضا لنفيد المستمعين والمتابعين. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا دكتور رح نروح لفاصل صغير عند الكنترول زملائي وبنرجع. خلوكن معنا. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. طبعا ضيفنا هو الدكتور فواز حاج ابراهيم، مختص بامراض النسائيه. رح نكون معكم ببث مباشر ايضا بموضوع مهم او مواضيع مهمه بتخص العقم، التنظير، وطفل الانبوب. رح نناقش هالمواضيع الهامه جدا. طبيبنا بالاستديو طبعا تحت خدمتكم 429 101 رقمنا الارضي. الواتساب 093 82 80 81 4. ايضا عبر البث المباشر فيكم تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال النسائية على البث المباشر بويار عربي، رح نجاوب عليها بآخر الحلقة. رح نبدأ أسئلتنا مع الدكتور فواز حاج إبراهيم بداية نتيجة خبرته هالسنين هاي كلها بمجال العقم ونتائجه الكتير حقيقة الناس رضيانة عنا وأبناء الجزيرة حتى بمحافظات أخرى. دكتور فواز، تعريف العقم يا ترى كتعريف لو تعرف لنا يا ترى شو نعم، هو الأسباب والتعريف؟ أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا العقم. صراحة العقم موضوع شائك، وبيصير خلافات، ومنتشر بشكل رهيب. يعني حتى إحدى الإحصائيات قرأت أنه 80 مليون حالة بالعالم عم تعاني من العقم. لا، هي بصراحة أكثر من هالرقم بكتير، لأنه مو كل الحالات موثقة وعم نعيشها نحن. نعم. فالعقم تعريفا من خلال الكتب والإنترنت وبشكل أكاديمي، أي حالة زواج ولم يحصل حمل خلال سنة فبنسميها عقم. بصراحة هالكلمة العقم يعني صادمة ومؤلمة. هي ترجمة للكلمة الإنجليزية infertility، فترجمة الانفرتيليتي هي العقم. فلا يعني انه العالم عندهم حالة عقم ومن دون حل. لا، هاي الحالات اللي ممكن نشوف لها حل. لكن هناك مصطلح آخر بالأجنبي sterility، يعني عقيم. هالحالات اللي صعبة بصراحة هدول حالات نادرة. نعم. مثلا انعظام خصيتين، انعظام مبيضين وما شابه، فهي حالات نادرة جدا. أما العقم الأفضل كان يسموه تأخر إنجاب. نعم. يعني تأخر إنجاب قابل للحل. فتعريفا أنه بصراحة هالتعريف، من خلال التعريف يعني كأنه غير جائز أنه نتدخل في علاج العقم والحمل لبعد سنة على الأقل، لحتى يعني يفسروا انه نعطي فرصة طبيعية. طبعا انا الي مآخذ على هالتعريف. نعم. يا ترى شو هني هالمآخذ بالنسبة لكم عفوا، دكتور؟ وش؟ المآخذ يعني من خلال خبرتي خلال 30 سنة وأكثر، ومنعيش حالات العقم وآلام الناس ورغبتهم الشديدة بالإنجاب. يعني مو معقول مريضة تجي وتلح وبدها تحمل نقول لها روحي على البيت تاعي بعد سنة.
شيء غير منطقي. غير هيك انه ياما شفنا انه من اول الزواج شاب تزوج ومعه انتان آه، جنسي، وما أكثر هالحالات يعني بالوقت الحاضر. نعم. ف... فإذا تركناه لبعد سنة ينزرع هالالتهاب بالرحم ويقيح العنق الرحم والملحقات وحتى عند الشاب يعني الالتهابات راح تتمكن وعلاجها راح يصير صعب، ويضيع الحالة بين طبيب البولية وطبيب النسائية، كل واحد يتناول طرف ويترك الثاني. فعلى الأقل يعني نقول نتدخل يعني بشيء بسيط، شهرين ثلاثة ما صار حمل فمعناته في مشكلة. فحص بسيط، يعني إجراءات ليست غازية، يعني فحص بسيط بالإيكو، ما في إنتان، ما في كيسة، ما في عائق، ما في ليف. غير هيك نساوي تحليل سائل منوي من البداية، نتعرف على وضع النطاف عند الزوج، انه زوج. في انتان، كيف العدد، كيف الحركة. ف يعني اجراءات بسيطة وللاطمئنان، ونتدخل بشكل خفيف، يعني ننتظر بعد سنة. فهل تعريف يعني بشوفه جائر بحق المرضى. غير هيك مثلا احيانا يصير حالة زواج عند الست البنت عمرها فوق ال 30، 35 34 سنة. نعم. فهالحالات اللي ما انجبت وهاي مبايضة بتصرف كل شهر جريبات، ففي منهم يدخلوا بسن الياس بعمر ال 37. صح. فنحن نقوم بنأخرها سنة ظلما وعدوانا. غير هيك انه فهلا في حالة مصطلح يعني صرعت الموضة الحالية، انه والله في مبيض متعدد الكيسات. يعني انا بصراحة هالمرض وهالمصطلح كله انا ما بعترف عليه وما بمشي وبتجاوزه، وبس يعني بدنا نناقش. فالمبيض متعدد الكيسات عادة بيكون في من نمط النساء البدينات. فهي على الزواج راح يزيد الوزن لبعد سنة ويتفاقم الوضع أكثر. أصلا علاج التنحيف ومعايرة الغدة والرياضة والريجيم، فنتناول هالشيء من البداية، ليش لبعد السنة. حلو. فمن خلال هالشغلات الثلاثة اللي بينتها، انه انا بشوف انه اللي حط هالتعريف العقم ما نحاسس بالمريض كما يجب، وما فهمان أسرار العقم. ومعه حق، يعني حتى خلال الهاي راح يجي بالزلمه راح يعترف يقول انه في 20% 25% اسباب مجهوله. فالاسباب المجهوله بتنزع لك كل اوكي. العلاجات. طبعا. هلا راح اكيد نتناوله اكيد رح ونتناقشها. نضطر لها. دكتور، مؤخرا حكيت عن موضوع كيس متعدد المبيض تاعت مبيض الكسر متعدد الكيسات. يا ترى هدول هن من احد اسباب العقم دكتور؟ بصراحة هلا بدنا نجي على الأسباب وراح نتناول هالشيء. نعم. يعني الأسباب من خلال الكتب والإنترنت والمؤتمرات وهاي. ففي المبيض يعني يتهموه هو أكثر سبب. بصراحة إنه المبيض متعدد الكيسات وما يتجاوب ويفشل في تطور الجريبات، أو إنه ما بتفقع هالجراب. يعني بصراحة في مثل كردي حلو بيقول: إذا مجنون زت حجرة في بحر بدك 100 عاقل إذا يقدر يطالعها. تمام. فأي حالة بالدكتور بيقول لك إنه والله هاي عندها عقم، ما بتعدل الكيسان وما يتجاوب. لو سألنا سؤال قبل 40 سنة ما كان في هالمصطلح بالمرة. صح. فهالمصطلح ظهر لأنه جريبات صغيرة تتطور جنب بعضها ما بتكمل الدورة، فجراب ناقص مع جراب تاني مع جراب ثالث بيجمع جريبات صغيرة. فسبب يكون بداني، وفي سبب يكون قلق، فسبب يكون نقص غدة درقية، سبب يكون زيادة الوارد من الأكل، من الطاقة، من الحلويات. فبيجمع بالجسم 10 كيلو شحم ولحم، فكيف المريض بده يشتغل؟ فعندك صار بداني
كل وظائف الجسم تخربطت، فالإباضة بتتخربط. فإذا بنساوي ريجيم مع الرياضة مع أكل على الحواضر، شو اسمه، نعاير الغدة، فبيرجع المبيض بيشتغل. حتى عندي حالة كانت يعني من نوع القاسي 9 سنوات عقم، طبعا عالجتها من الالتهاب وهاي، نعم. عنده وزن زيادة. صرت حتى أعطيه أنا إلتروكسين دواء الغدة من دون معايرة، بدي أنقص الوزن، إن كان عنده قصور ولا ما في قصور. أعطيته عيار خفيف، يعني عيار 50 ميلي جرام، نص حبة لمدة شهرين 3، وكان في بيناتنا زيارات. حتى شفتها مرة قلت له العمى والله هاي نقصت وزنها كتير كتير، ولا إجت حامل من دون تحريض، حامل شهرين وهي ما دريانة، لأنه كان الأول يتأخر الدورة عنده. فالمبيض حتى اليابان بمؤتمر طوكيو بيابان من شي 2 سنين، بصراحة دورت على الانترنت ما شفت المؤتمر، بس في واحد مصري حكى عن مؤتمر طوكيو للعقم وهاي. اليابان اعترفت، قال كنا مخطئين بحق المبيض خلال 30 سنة، كنا نقول المبيض تاعت الكساد هو لا. حطوا شرط قاسي جدا ليطلقوا هالاسم على المبيض، انه يكون 10 ل 12 جراب في المبيض، كل مبيض، وكل جراب اقل شيء 1 سنتي 10 ميلي. فتصور مثل عنقود العنب بده يكون حجمه 6 سنتي القطر تبع المبيض، لحتى يقول انه والله مبيض تاعت الكساد. طبعا اذا هلا اليابان اعترف انه كان هالشي غلط، فانا اريد انه كل العالم تتعلم هالنقطة. المبيض يتجاوب، بس يوم اللي بتحرض وما تصل على النتيجة في سبب تاني. هو السبب المجهول هو السبب، يعني إذا ما عرفنا السبب المجهول 25% من الأسباب مجهولة، فكل العلاجات الثانية ما راح تشوف نتيجة. فإذا كان المبيض مثل ما قلنا إنه ما كان السبب خلال 30 سنة حسب ما اليابان توصل لهالشيء بالمناظير وبالتحاليل وبالمراقبة، ويعني بلد متطور جدا طبيا. ففي سؤال انه شو كان السبب اذا ما كان المبيض، اذا ما كان المبيض هو السبب، فشو كان السبب؟ فهون هذا السؤال المحوري، هذا السؤال المهم بعلاج العقم. فمن هلا بدي استبق النتائج بالمحاضرة. السبب كان الإنتان، الالتهابات الخفية. الالتهاب هي السبب الأول والأخير تقريبا في العقم، وهلا راح نجي نفصل فيها أكثر. فحطوا للمبيض 30% كسبب من أسباب العقم عند النساء. طبعا أنا بصراحة ما بعطي للمبيض إلا أكثر من 100%، واحد أو حالة أو حالتين، واحد أو اثنين. ففي سبب تاني يعني ما بعرف، يعني بصراحة أنا بمفاهيم العقم وبالمحاضرات وهي، يعني مشكلتي مشكلة إنه بدي يذكر كل الأسباب وأنا ماني مقتنع فيها. يعني بدي يذكر الأسباب وأثبت خطأ، يعني شايل السلم بالعرض دلش كل المفاهيم، يعني مهمتي صعبة جدا بصراحة. أكيد. فهلا السبب الثاني الكتب والانترنت والدنيا والمؤتمرات والاندومتريوز، انه والله 20% 30% سبب اندومتريوز. يا اخي الاندومتريوز اصلا مرض ما يشخص الا بالتنظير او فتح البطن، تاخذ خزعة. الخزعة هي اللي تثبت، من المبيض مو دكتور؟ انه شفت اي التصاق والله اندومتريوز. لا، الاندومتريوز ما بيسوي هالالتصاق، الانتانات المزمنة هي اللي سببت. حتى اذا صادفت التصاقات وفي نقاط اندومتريوز، يعني بطانة الرحم، خلايا بطانة الرحم عبر البوق رايحة ومزروعة بخلف الرحم، فكل دورة تتفاعل مثل ما يتفاعل بطانة الرحم مع الهرمونات وتسبب شوية نقط نزف او هيك او هيك. فسألوا طبيب مصري باليوتيوب، شفت محاضرته، انه شو السبب اذا كان في شوية نقاط اندومتريوز خلف الرحم، شو السبب انه يمنع الحمل؟ فحكى تعبير عجيب وغريب انه يسيء للتعشيش. طيب البويضة عم بتعشى على ظهر المثانة وظهر الكبد، شافوه تعششت وعلى المبيض وبالبوق وبالدنيا. يعني هلا كم نقطة من خلايا بطانة الرحم خلف الرحم هي السبب انه ما تعشش جوات الرحم المهيئ له؟ لا، الانتان المرافق هو السبب، هو السبب الخفي. يعني الاندومتريوز، يعني المشكلة الوقت عندي ما بعرف شلون بدي
الاندومتريوز كتاب نوفاك الامريكي، هذا مصدر عالمي، بيقول انه شافوا سكرين للنساء اللي سووا فتحوا البطن، شافوا انه عندهم 2% اندومتريوز. 2%. طيب منين جانا سبب 20% و30%؟ فاذا كان اصلا النساء يعني كل 100 حالة في عندنا اثنين. هاي يعني المفارقة انه بنفس الكتاب باخر البحث انه قالوا خلال العقم وخلال آلام البطن المزمنة شافوا عمليات فتح البطن والتنظير، شافوا انه والله 30% اندومتريوز. التفسير انه حالات العقم اللي طول معهم خلال 6-7 سنوات، فحالات الانتان مش الحال حملوا ضعف الرجال كانوا نطاف شافوا له حل، المبيض حردوا. فالحالات اللي ما شافت نتيجة وصلوا للتصفيات فهي حالات الاندومتريوز جمعت هني. فغير هيك شافوا بإحصاء ربط البوقين النساء اللي أنجبوا شي 10 أولاد بدهم يخلصوا من الإنجاب بالمنظار ولا بفتح البطن، شافوا خلال هدول إنه عندهم 2% اندومتريوز. كل هالأولاد وعندهم اندومتريوز. فالاندومتريوز ما هو السبب الأول والأخير. يعني اندومتريوز بصراحة أنا ما بشوف السبب إلا إذا كان كيسي و تمزق، سواء عن طريق التنظير أو جراحي أو أنه تمزق عفوي فبينزرع بسبب إشكال هاي حالات نادرة. فمن هالشي هلأ بقول أنه أنا بترجى أي كيسة أنه ينشال جراحيا فتح البطن ولا يمزق حتى لا ينسكب محتوى هالكيس، إن كان اندومتريوز أو حتى كان مخاطي بينزرع في الكيسات المخاطية. في حالات بيقولوا نسجيا سليم بالمخبر أما سيرها خبيث فبتسبب التصاقات والتصاقات في الأمعاء، وياما حالات وفيات من بعد هالشي. فالجراح أي كيسة أفضل أنه يستأصل من دون أن يتمزق، حتى إن كان خبيث فإن كان درجة أولى يتحول لدرجة ثانية، يعني زرع بين الأمعاء. فهي ملاحظة راح أحكيها. في طبعا عندنا سبب ثاني أنه ضعف النطاف. يعني ضعف النطاف يعني شوف العلم شلون يتطور وشلون يعترفوا وشلون يخطئوا. من 30 سنة أيام ما تخرجنا درسنا الكتب يقول النطاف حتى تكون جيدة لازم يكون 2.5 ميلي، 50 مليون بالميلي و50% حركة. يا أخي والله هذا شرط تعجيزي. يعني شفنا 20 مليون عم بيصير حمل. أنا صار في كذا حالة عندي 12 مليون، إذا كان حركة شيء 30-40 بصير حمل. هلا حاليا حطوا تعريف تاني يقولوا لا 15 مليون كافي. فتصور هالكتاب اللي كان مقدس وكأنه منزل اللي يعاكسها يعتبر أنه كفر، لا هلا بيعترف هو نفس الكتاب من 50 نزل. فمستقبلا أنا بقناعتي أنه بحث مبيد متعدد الكيسات يعني عقدني هالمصطلح. عندنا جروب جميلات وجافا 116 ألف بجاوبهم كل أسبوع، مش 4-5 على هالظروف هاي. بنساعدهم اللي يخرجوا برات البلد أو داخل البلد، بنساعد العالم قدر الإمكان. إنه دكتور إيش الحل أنا معي متعدد الكيسات. يعني تصور وحدة ولداني 4 مرات وزنها 50 كيلو، دكتور يقول معك مبيد متعدد الكيسات. يعني ما بدي أطول بفكرة. يعني هلا إذا جبنا مريضة مع جراب صغير نقول لأي دكتور إنه الدكتور راح تسميها هي جراب هاي بتاعت كسات، يقول لا والله جراب واحد لا. طيب جرابين لا جرابين لا 3 كمان لا 7 إيه. فما في تعريف محدد عنده، هو ما محدد عنده أي حالة راح يطلق عليها. فإجا على باله ما تعطي الكيسات مريضة ما تحمل، والله معك ما تعطي الكيسات. الله خلق المبيض لينجب ويحافظ على الجنس البشري. المبيض حتى في مصطلح حتى بعض الأطباء زملاء شافوه إنه في مذكور بكتاب كرنت الأمريكي إنه أحيانا يكون ريكالسيتريت، الترجمة الحرفية إنه متكلس. فبيقولوا ها شفنا المبيض متكلس. لا إذا بتشوف بالجوجل بيقول لا ريكالسيتريت، الترجمة الحقيقية إنه معنت. فحتى هنيك الكتاب نفسه قال إنه إذا ما تجاوب على الكلوميد على الحب راح يتجاوب على الإبر. ما في مبيض ما يتجاوب على الإبر، يعني يطلع لك 16 جراب. فبيتجاوب المبيض بيتجاوب، بس يوم اللي ما بتشوف النتيجة ففي سبب هو المجهول هو اللي يمنع كل شيء. ما دام عندك 25% من الأسباب مجهولة فسبب المجهول مبطن تحت كل الأسباب. فإذا ما شفته واستقصيت كل شيء
فهو وهلا راح نذكره. فأول سبب المجهول هو الإنتان. يعني أنا مستغرب بالوقت الحالي اليابان وأمريكا وروسيا وأوروبا عندهم هالمجاهر الإلكترونية وأجهزة ومناظير وبيحللوا أخزعات، ولسه والله في عنا أسباب مجهولة. يعني أسباب مجهولة عجيب وغريب. يعني حتى صرت أنا بقتنع إنه قصدا ما بينشروا السبب الحقيقي. يعني مو معقول. يعني أنا خلال هال 30 سنة ما شفت شيء اسمه مجهول. إنتان تحرض المبيض، النطاف كانت جيدة أو إنه تساعده بالحقن، تحصل على النتيجة. وإلا في التصاق بالبطن وبس. منين إجانا المجهول ومنين إجانا يعني حالات نادرة جدا، كل 10,000، كل نصف مليون، كل مليون بالنطفة بتكون فاقدة الخميرة اللي تثقب البويضة، خميرة هيالورونيد. هاي حالات نادرة وراثية جدا. وحتى هاي أظن أنه ساعدناهم أنه بالحقن نضيف لهم خبيرة شي موزير شبيهة بنساعد النطاف أنه يخترق الهاي. فالشيء في سبب تاني، في سبب آخر أنه هو عندي بصراحة هذا السبب هو المقدس، البوقين. أيوة. بواري الرحم، البوقين يعني باعتبارهم خفي عن الأنظار، وفي مثل بيقولوا ما خفي أعظم، إنه السبب الحقيقي في العقم مركز في البوقين. فبدك تفكر بالبوقين. فالبوق حتى يسحب البويضة بده يكون يعني لا غبار عليه، بده يكون مثل الكريستال، بده يكون يعني من دون أي شائبة، لأنه في جواته ذغابات وحساس. فبدك تعالج وتفكر بالبوقين وبالالتهاب. المشكلة انه مرات احيانا يكون في التهاب وما في اعراض، فبيضيع الدكتور. وما كل حالة تساوي صورة رحم ظليل انه عندك البوقين سالكات فمعناته انه جيدات. لا، طيب هلا عندك البوقين سالكات فهمنا، طيب اذا صورت وطلع مسدودات فما عاد نستفيد شيء. فبدك تتدخل قبل ما يتسكر البوقين ويلتحم. فهاي حبيت احكي بالاسباب. بحب اجي احكي شوي على تنظير البطن. تنظير البطن بصراحة يعني سلاح ذو حدين. ممكن نلجأ له وبيفيد في حالات محددة، مثلا 5-6 سنوات عقم وما شفنا نتيجة مع المريضة، وصورة الرحم انه البوق سالك. اذا كان مسدود خلاص ما عاد يفيد تنظير ولا شيء. فأي بوق لين شوية نسيج رخو، فبأي مشرط بيفتح لك البوق. بس نحن بدنا البوق يكون الذغابات داخل البوق هي المفصولة عن بعضها. ما بدنا نساوي تفجير والله فتحنا، فهذا ما بيفيد شيء أبدا. التنظير انه اذا كان البوق على القليل بوق واحد مفتوح وما بنشوف نتيجة ومر 5-6 سنوات، او انه وضع المريضة محرج عمره، او انه يعني الحالة تتطلب الاسراع بمعرفة النتيجة، فبنجري تنظير بطن مثل ما قلنا باستطبابة بالوقت المناسب وبيد خبيرة. أكيد. فأحيانا التنظير هي بحد ذاته بيساوي مشكلة بداخل الإنتان، باعتبار أنه عم نعقمه بداخل السوائل وليس بالتعقيم الحار الساخن. غير هيك أحيانا بعض الأطباء يعني بيقوموا بكوي أو ثقب المبيض لحتى يتحسن الإباضة، بس مع الأسف في مين حرق المبيضين بالمرة ودخل المريضة بسن اليأس. فيعني الدكتور بده يشتغل مثل ما يقول نازك، يعني ثقبين 3 يعني السكب لهالسوائل المجمعة لحتى يتنشط المبيض وليس أكثر. هلا حاليا في بطفل الأنبوب بيجروا أنتي مولورين هرمون، يعني الدليل على عدد الجريبات الموجودة المخزون، انه اذا حرضنا انه راح يتجاوب معنا كتير يقولوا والله المخزون صاير قليل. في مين يقول طيب يوم اللي كنا نجري كوي للمبيض كان بيحرق الآلاف من الجريبات بهالكوي. فبندخل المريضة بنقص المخزون بإيدنا، فلازم نكون حذرين بهالنقطة.
فالتنظير انه ليس اجراء ترفيهي، طبعا. فعند الضرورة القصوى ربما يكون في التصاق خفيف او يعني تحسين وضع البوق مهم. بشكل بسيط، اما ليس العلاج الاول والاخير للحالة. مهم. فحتى انا مرة قلت اللي ما بيفهم العقم من دون تنظير ما راح يفهمها طبعا بالتنظير. اكيد. آه، انتي مولورين هرمون بصراحة بدي احكي كمان على تفضل هالنقطة، دكتور. انه يعني هلا حاليا يعني يجوني مرضى كتير انه في اطباء يعني ما يشتغلوا ولا يجربوا له التحريض، لا ابر لا حبوب، انه والله عندك الانتي مولورين هرمون اقل من 0.5 اللي هو بشعره ما بيشتغل، حتى مراكز طفل الانبوب. يعني هذا تصرف جائر ضد المرضى. هل هرمون اصلا يعني طلع لنا من شي 10 15 سنه ولا قبل منه ما كان فيه. طبعا. كنا نحرض المبيض بيطلع معك الجراب تمام. هلا حاليا ما بيجربوا مع المريضة ولا محاولة. مهم. أحد الحالات بمراكز طفل بطفل مركز طفل إنبوب بصراحة، راحت المريضة ما كان فيها الهرمون، فشوفوا الحالة يعني مهم. أعطوها 66 إبرة تحريض. هذاك الوقت كان طفل أنبوب ب80,000، يعني صرفت 40,000 على الأبر، نص مهم. المبلغ. فما تطور عند المريضة عمرها 44 سنة، ما تطور عندها غير جراب واحد. فالدكتور اللي بده يشغل طفل أنبوب قال ما أكمل المصاري، ما بدي أصرف أكثر لأنه نسبة النجاح قليل جدا، ما عندنا غير جراب واحد. طيب يا أخي أنت أعطيتها 66 إبرة طلع معها هالجراب، تبعتها على البيت، يعني حكم بالإعدام مهم. للمريضة. جرب لي اياها. فقلت للزلمه لا، اعطيه المصاري الباقي وخليه يكمل، فهاي امله. وبالفعل الله رزق الصبي وعمره هلا 12 سنه. ما شاء الله. فالمهم عندي الجراب اشوفه بعيني، شو مهم. بدي من الانتي مولوريان هرمون وشو بدي من الهرمونات، انا بدي اباضه امام طبيعي. عيني هاي الناجحه خلاص. بدك تحرض، بدك تجرب للمريضه يعني تحكم عليها بالاعدام، تقول لها روحي على البيت والله هرمونك ناقص، وهي عندها فرصه انه فرصة للإنجاب. للانجاب. مهم. فحكيت مهم. بالاندومتريوز انه كيف في مغالطة، وما كل التصاق هو اندومتريوز، هو التهاب حتى يثبت العكس. مهم. فقط الخزعة والتشريح المرضي هو القول الفصل. آه، بالنسبة للزوج يعني بصراحة بدنا نحكي مشان نفيدهم. يعني الزوج مع الأسف يعني ضعف النطاق في تزايد مستمر. حتى من 15 سنة حضرت تلفزيون يعني دراسة تايوانية، انه حطوا عنوان انه الجنس البشري مهدد بالانقراض بسبب ضعف النطاف، بسبب البترول مهم. المواد والغازات الملوثة. الغازات العادمة والمواد الحافظة في الأطعمة بتضر النساء صح. كتير، حتى بالنساء والبدانة حتى بتضر الرجال، والقلق والستريس وقلة النوم، كتير أمور. ونقص الرياضة. يعني لازم يكون في حركة، يعني الحياة المتوازن بيكون متوازن بكل شيء. والتدخين بيأثر جدا، وحتى إذا وحدة حملت ممكن يكون النطاف تكون مشوهة أصلا مهم. بالتدخين، فبتسقط، هي سبب رئيسي للإسقاطات. مهم. فهلا نجي على الأسباب المجهولة. أكيد. فيوم اللي ما بيشوفوا المبيض كسبب، مهم. المبيض مثل الذهب عم بيطالع الجراب وما في عليه علامات متعكسات ولا شيء، والنطاف 40 50 مليون وكله تمام، وفحص بعد الجماع النطاف عم تتحرك بالعنق والرحم ما في مشكلة، وما في اندومتريوز بالتنظير، والبوقين مفتوحات. فهون يعني ال المضحك بنبكي انه والله مجهول السبب. مهم. يا اخي قبل ما تقول مجهول السبب اتحرى انه في عنده انتان ولا لا. الانتان ما بيشاف بالعين. الانتان هل سبب مجهول؟ يعني ما في سحر يعني. نحن هلا بالعصر الحالي عندنا المناظير وعندنا المخابر نعم. مجهول السبب. يعني وين بده يكون مجهول السبب؟ يعني عندنا العقم كله 3 شغلات: الإباضة والبوقين والنطاف. فقط. يعني واحدة من هالثلاثة. ف الإنتان هو السبب المجهول. يعني إذا هلا قفزنا على حالة العقم الثانوي كنا عم تماما نحكي فيها. تماما. مهم. العقم الثانوي هي الحالات اللي أنجبت قبل هلا وما عاد تحمل، آه. حملت حمل صحيح، ولدت أو سقطت 4 5 أشهر، يعني هاي تماما. يوم اللي حملت وولدت أو سقطت ما كان عندها شيء، يعني هي كان 100% تمام كل شيء.
صار له 4 سنوات. لو هلا جدلا سألنا إنه جبنا 10 نساء من هالمجتمع، مجتمعنا أهلنا وقرايبينا ومعارفنا عندهم ولدانين من 4 سنوات وما عم بيحملوا، بعدها وسألنا سؤال يعني منطقي: شو بيكون السبب المشترك كل هالحالات غير الإنتان؟ لا يوجد سبب غيره. هذا السبب المنطقي. الرئيسي. من الولادة الرحم سحب التهاب أو من الأسقاط فانزرع بالرحم، ما في سبب تاني. طيب هدوك كانوا سبب مجهول، وهون كان كل شيء تمام، فاللي طرأ هو الإنتان. نعم. هال10 حالات عندهم صار ضعف نطاف مو وارد، هال10 حالات صار عندهم موضوع تركيزات. أصلا يعني ما حلو وعيب واحد يقول لمريضة صار عندك موضوع تركيزات وهي ولدانة، هو أصلا مرض وراثي. يعني هي جايبة 7 أولاد 6 أولاد 4 أولاد ووزنها 50 كيلو، ونقول لها يعني أنا بعاني من هالنقطة إنه عندي جروب جميلات وجافا 100، قلت لك 116,000 كل اسبوع بيجاوب، وانا بريد اساعد هالعالم وقدر الامكان، وشي قسم كبير صاير ورا الحدود وبيعانوا من العقوق من الاسقاطات ومن الزوف ومن الانتهاءات، فبدخل قدر الامكان وعندي خبره والحمد لله شو معه نتائج عاليه رهيبه جدا. والدليل انه صار لهم 5 سنوات والعدد عم يزداد والاقبال بشكل رهيب. انه دكتور انا معي مبتعة الكيسات، يعني يا اختي ما معك مبتعة الكيسات، يعني انت عندك انتان خفيف، بدك مين يكشف لك اياها؟ هي سقطت من شهرين ويقول لها مبتعة الكيسات. يعني هالدكتور اللي يقول لها مبتعة الكيسات خليه يعطيني تعريف لها مبتعة الكيسات، يعني فبينقاص الوزن. ومثل ما قلت لك الحالي بعد 9 سنوات حملت، نقصت لها الوزن، حملت من دون تحريض. والله كان عندنا مبيض من نوع العجيب وغريب. يعني احدى الدورات انا بدي حضره للتحريض الدورة الجاية، بعطيه حب مانع ما عنده شيء. اجت بعد شهر ولا ساير مع كيسة 7 سنتي مع حبوب منع الحمل. هو اصلا الحبوب هي علاج لما يصير ليعالج الكيس. فتصور، واخر شيء حملت، الله رزقها صبي، وبعدين حملت وسقطت، وهلا حامل ما شاء الله 5 أشهر. عبارة بعد بالفعل بعدين راقبنا الغدة انه باعتبار حطيناها طلع بالفعل عندها قصور درجة معينة، فاستمرت بعلاج. فما بتاعت الكيسات يعني ايام زمان ما كان في. ليش؟ لانه العالم كانوا يشتغلوا بالحقول وبالشمس ويتعرقوا وأكل طبيعي. يعني بصراحة الأكل من الماركات كلها تحوي على مواد حافظة. حتى أحد زملائنا اللي عنده اطلاعات بدراسة كتير فقال لي قسم كبير من المواد الحافظة هي هرمون التستوستيرون، يعني بيصنعوا منه تعديل. فتصور إنه وغير انه تحوي على طاقة عالية، الشوكولاتة ولا البسكويت ولا البطاطا المحفوظ، واصلا الحلويات يعني حتى مرة قرأت انه قطعة جاتو اذا واحد ياكلها، هي قطعة جاتو بده 8 كيلو متر مشي ليحرقها. فمين منا يقوم يمشي 8 كيلو؟ فهي بتجمع على شكل شحوم بالجسم، وهالشحوم بيقعد فيها هالهرمونات. فالحياة المتوازن، فكل شيء بده يكون متوازن. أكيد. دكتور، ذكرتوا موضوع الإنتان. لما بيكون الإنتان موجود كيف بتعالجه دكتور؟ لا، سؤال حلو انه كيف بدنا نكشفه قبل ما كيف بدنا نكشف يعني. فهذا يبقى على خبرة الطبيب. انه الانتانات متنوعة، في فطرية وفي تريكوموناس وفي جاردينيلا وفي سيلان وفي متعددة كلاميديا وفي مايكوبلازم. فالدكتور من خلال الاستقصاءات، ما دام أنا عندي المريضة عندها عدم إنجاب وعقم وحملت من 4 سنوات 3 سنوات، يعني بدي بسأل عن الإنتان. فالإنتان من بتحاليل دموية، إما بلطخة من عنق الرحم أو بخزعة نوفاك عندنا بسيط، يعني حتى من دون تخدير، هي بسيطة جدا من عنق من خلال الرحم، خزعة صغيرة إنه تبعت للتشريح المرضي بيجي لك إنه في إنتان. أو من خلال تحليل السائل المنوي، إذا في إنتان عند الزوج فهي موجودة مزروعة عند المرأة سلفا، يعني من دون جدال. فأي علاج الدكتور لازم يعالج الزوجين مع بعض. وأنا يعني كسبنا مع الخبرة إنه شفنا إنه خلال هال10 أيام العلاج إنه ما يكون في جماع لحتى الأعضاء تأخذ راحتها ويرتشف الإنتان. فبتشوف نتائج أفضل جدا.
فكل دكتور مثل ما قلت لك عنده خبرة، بس قصدي انه لازم يتوجه على القليل انه لعلاج طبعا. الانتان، وبعدين يشوف اذا المبيض يتجاوب. والمبيض انه قبل ما تحرض يعني بدك تنقص الوزن والرياضة، تعاير الغدة، فبرجع لك المبيض يشتغل، ما في شيء. تحضير، نعم. هلا نحب نشتغل نحكي شوي عن طفل الانبوب، نعم. اذا عندك استراحة. عندنا وقت، رح نروح لفاصل. حابب اذكر المستمعين اللي عم يسمعونا هلا، انتم عم تسمعوا بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور فواز حاج ابراهيم، مختص بالامراض النسائيه. فاصل صغير وخلوكم معنا، في مواضيع مهمه كتير رح نناقشها. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه من 3.5، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور فواز حاج ابراهيم، مختص بالامراض النسائيه. موضوعنا كنا عم نحكي اليوم عن موضوع العقم، ووصلنا لموضوع التنظير. هلا وصلنا لفقره او موضوع المهم، هو نتاج هالموضوعين كله يلي هو طفل الانبوب. يا ترى شو هو، شو اسباب فشل الطفل الانبوب؟ رح يحكي لنا عنها الدكتور فواز. طبعا الوقت يعني ربما يكون ضيق، ولكن رح نحاول انه نجيب على الاسئله اللي موجوده على البث المباشر، والدكتور وعدكم انه ان شاء الله يجاوب على الاسئله. رح ننتقل لعند الدكتور ونترك المايك عند الدكتور. تفضل دكتور. طفل الأنبوب يعني مع الأسف هي الخطوة الأخيرة اللي نلجئ لها غصب عنا إذا ما نجحنا، لا بعلاج الإنتان ولا بالتحريض ولا بحقن النطاف عند الضرورة. وعلى فكرة بحب بذكر حقن النطاف، بترجى من كل دكتور يجري حقن النطاف من حقه بيساوي، بس لا يجري حقن النطاف وفي إنتان عند الزوج. عند الزوج. نعم. بتزرع النطاف مع الانتان عين عينك داخل، لانه حتى اذا كان عند الزوج النطاف انتان، فبالجماع العادي النطفه من خلال عنق الرحم وفي مخاط عم تتمشط تمشي من خلال، بتترك الانتان وراها وبتدخل شبه عقيمه. لما نحن بنحط النطاف داخل الرحم من دون علاج الانتان، فبنأذي المريضه بهالشكل. هلا يعني مثل ما قلنا انه اذا فشلنا بكل شيء ومركزها السنة او وضع المريضة محرج العمر وهاي، فعنا الخطوة الاخيرة هي طفل الانبوب. عفوا. طفل الانبوب يعني بصراحة إلي رأي فيها، يعني إلي نظرة، يعني من خلال ما فهمنا من العقم فبنصرنا نتدخل الطفل. أنا ما بشتغل طفل أنبوب، بس فهمانين يعني إمتى بتنجح وإمتى بتفشل. أكيد. فبشوف كتير حالات يوتيوب وفي أطباء ومهرة بالتنظير وبطفل الأنبوب بيقوموا بيلجأوا لاستئصال البوقين إن كانوا مقيحات ومستسقي وهيك وهيك، على أمل أنه ينجح طفل الأنبوب، لأنه عم بيزود الرحم بهالقيح وبيمنع تعشيش الجنين يوم اللي يحطوه من تحت. نعم. فهذا الإجراء أنا بشوفه غلط، يعني بصراحة خطأ، غلط أبدا. لأنه الإنتان اللي وصل للبوقين هو جاي عن طريق عنق الرحم بطريق الصعد للرحم، والرحم هو اللي قيح وعطاه للبوقين. البوقين آخر المسار، فأنت بتستأصل البوقين فعندك رحم مقيح، فهالجنين هالخلية الضعيفة بتحطها داخل سيل من القيح، بحر من القيح، والقيح بينخر، يعني بينخر الجلد، بيطالع القيح من الدملة، يعني كأنه ما في قدامه شيء. فهو السبب الرئيسي لفشل طفل الأنبوب هو الإنتان. يوم المريضة راحت لطفل الأنبوب أصلا شو سكر هالبوقين،
فعندنا الانتان 6 7 سنوات ما انكشف ما تعالج، تسكر البوقين راحت لطفل الانبوب. فقبل طفل الانبوب لازم مريضة تاخذ كورسات رهيبة بعلاج الانتان، والدكتور يراقبها بتحاليل دموية وبالخزعة باطن الرحم. فالانتان هو السبب الاول والاخير في فشل طفل الانبوب. انا هلا صراحه يعني صرت حتى عن طريق الجروب نقول انه اي حاله بدها تزرع طفل انبوب تتصل معي مهم. طبعا عن طريق الماسنجر ومجانا طبعا عم مهم. بقول، واغلبهم خلف الحدود. مهم. فبعطيهم كورس انتيبيوتيك له ولزوجه ونتفاهم، يطلب تحليل معين مهم. لحتى اقول له انه اوكي، لانه غالي يكلف 3000، حد بكردستان بيقولوا 7000 10000. نعم. فغالي جدا. حتى باوروبا بيقولوا لهم انه والله يطلع لك انه مره او مرتين مجانا، بعد منها انه بدك تدفع المصاري او نصها. فطفل الانبوب يعني اجراء يعني بيجيب نتائج، بس اذا امنت له ظروفها، والا ما راح تشوف نتيجه. في حالات ساووا 4 مرات فشل و5 مرات فشل. انا ناقشت هالحاله بصراحه مع احد المراكز، بالبدايه ما اقتنع، بس بالنهايه اقتنع انه وجهه نظرك صح. هي تجيب نتيجه يعني. طبعا. ف فمنطقيا يعني عندك الرحم مقيح وبدك تزرع فيها طفل انبوب، فما راح ينجح الا ما تعالج دورة او دورتين. يعني بدك تراقب التحاليل، يعني هدول بيكون عندهم امتهان مزمن. مهم. فمعروف حتى عند الزوج الانتان اذا كان موصل للبروستات فمن نوع المزمن وبده علاج شوي طويل. فهاي هي اللي قدرنا اليوم نحكي فيها. أكيد معلومات مهمة جدا دكتور، ومشكور على الاستضافة الحلوة، المعلومات الرائعة واللقاء الجميل. حقيقة تداركنا الوقت، كان حابين أنه نجاوب المستمعين اللي بعتوا أسئلة على البث المباشر، ولكن فينا نرد عليهم على الخاص. أكيد الدكتور رح يرد عليكم. وطبعا معروف عن الدكتور أنه عنده مشارك بموضوع جميلات روجافا، وعم يعمل على هالشيء هذا ليخدم مرضاه والمواطنين يلي حتى برات البلد. مشكور دكتور على المعلومات القيمة. يا اهلا وسهلا، وانا بالخدمة. شكرا كثير لكم مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. نضلوا بخير وسلامة.